أهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من الموسم السادس من فيلم فاكتوري بودكاست. طبعا بعد فترة كبيرة وصلنا أخيرا إن أنا أقدر أقول الحلقة الأخيرة، استنناها كتير ولكن ها نحن هنا أو نقول لقد وصلت زي ما بيقولها بتاع الجي بي اس لما بتسأل على لوكيشن. طيب موضوع الحلقة دي مرتبط شوية بما اننا داخلين على خلاص رمضان. يعني احنا النهاردة او يعني الحلقة دي عامة تاريخ نزولها 9 مارس 2024، ورمضان ان شاء الله طبعا هيكون 11 مارس اللي هو يوم الاثنين 2024. كل سنة وحضراتكم طيبين مبدئيا. طبعا في حاجة هي ريليتد برمضان وبرا رمضان كمان، وهي فكرة حق الرأي والانتقاد. اي عمل الناس بتقول رأيها فيه بمنتهى الاريحية وبمنتهى الصراحة على السوشيال ميديا، باختلاف طبعا ان ممكن الرأي ده يكون حقيقي من ناس حقيقية او رأي وهمي قائم بقى على بعض اللي هو ايه بعض اللجان الالكترونية بغرض ترويج وتشهير المسلسل. لانه كده او كده يعني كلنا عارفين ان هو لما بيبقى في حملة تشهير على مسلسل بالحلو او بالوحش، ده لوحده دعاية للمسلسل الناس عايزة تشوفه. نفس الكلام برضو بالنسبة للفيلم في السينما. طيب انا بقى بتكلم على جانب تاني خالص، ماليش دعوة بجانب اللجان الالكترونية، انا بتكلم على جانب الناس بقى الطبيعية، غير كمان النقاد، الجمهور الطبيعي. انت من حقك انك تقول الرأي اللي يعجبك في العمل اللي عجبك او مش عجبك، ده طبيعي جدا وده حقك يعني كمشاهد، لان انت في الاول في الاخر العمل ده موجه ليك. ومحدش طبعا له الحق ان هو يحجر على رأيك او يتعامل مع رأيك ان انت واحد ما بتفهمش حاجة وانك مالكش في حاجة، او اللي هو مثلا حد يرد عليك يقولك تعالى تخرج مكاني والكلام ده. لانه طبيعي اي عمل انا بقدمه انا المفروض بحترم عقلية المشاهد شوية، وده من خلال ان الموضوع يكون منطقي. لو الموضوع مش منطقي يبقى انا بسخر من عقلية المشاهد، بستقل منها. دي بقى الفكرة. طب انا دلوقتي انا فاكر كان في من السنة اللي انا بدأت فيها البودكاست كان 2021، كان في نفس السنة دي كان في مسلسل كان هينزل في رمضان ساعتها. كان مسلسل مستوحى من قصة من قصص نجيب محفوظ، كانت تبع مجموعة قصصية ليه اعتقد. كان القصة بقى من احدى القصص اللي تم الاستعانة بيها كانت قصة كفاح شعب طيبة، اللي كانت بتتكلم عن الملك أحمس. القصة بتاعت المسلسل طبعا تفاصيلها غير تفاصيل الملك أحمس على الحقيقة بحسب كتب ومصادر التاريخ. طيب فدلوقتي المسلسل اتعمل بتفاصيل لا تتماشى مع فترة الفراعنة. يعني فكرة ان بطل المسلسل يبقى بدقن كده ودقن متحددة بطريقة معينة، وعلى اعتبار انه يقال في مصادر تاريخية كتير ان فكرة ان حد كان مربي دقن لا يعني دي نجاسة، على كلام بعض خبراء الاثار واساتذة الاثار يعني. فالمهم تم الاجماع في الاخر ان المسلسل ده ايه يا جماعة القرف ده؟ يعني ايه واحد بدقن، واحدة صبغة شعرها ويا ريت اسود كمان، يعني ده صبغها اصفر، والملامح والتفاصيل واللبس وكم حاجة كده. يعني كان في اعتراض على تفاصيل كتير، وده كان بس مجرد اما الاعلان مسلسل نزل. ده اعلان، امال بقى لو كان المسلسل اتعرض بقى كان حصل ايه؟ فبس بمجرد الاعلان اللي نزل ده عمل حملة ضغط كبيرة جدا على صناع المسلسل. فوصلت ان صناع المسلسل بدل ما يردوا مثلا بتوضيح او بدل ساعتها ما يردوا بشيء معين، لا ابتدى الرد بشكل اللي هو ايه اتفرج قبل ما تحكم. طيب معلش بالعقل كده، انا برضو بكلم المتخصصين هنا بقى في الموضوع ده اللي سامعيني. يا جماعة الاعلان لاي عمل فني المفروض بيدي الفيرست امبريشن للمشاهد ان هو هيتفرج على ايه. ما هو بدليل مسلسلات رمضان، افتحوا السوشيال ميديا شوفوا الناس بتقول ايه على المسلسلات الفترة الحالية، وفي كام مسلسل بالتحديد متركز عليه ان كام حد يقولك انا متحمس ان انا اشوف المسلسل ده، انا شكلي كده هشوف حاجة عظيمة السنة دي. فده طبيعي ان الاعلان المسلسل ده ساعتها الانطباع الاول ليه كان وحش جدا، وقال لك ده كده ده انت بتلعب في تفاصيل، يعني تفاصيل تاريخ، فما يعني لا ما ينفعش كده.
القصد من اللي انا بقوله ده ايه؟ وطبعا في امثله لاعمال تانية كتير، انا مش مقتصر على العمل ده بس عشان اكون مختصر معاكم يعني. انا قصدي اللي انا اقوله، الراي ما بيزعلش، ممكن يضايق لكن ما نزعلش منه، لا احنا نحاول ناخد الاراء دي بشكل ايجابي شويه. يعني انا هقول لك على حاجه، انا يعني انا والله انا مش بشكر في نفسي، بس يعني انا فاكر انا كان في كان فيلم من الفيلمين اللي انا نزلتهم على اليوتيوب، على فكره هم موجودين ممكن تشوفوهم يعني. واحد منهم انا خدت فيه كومنتس يعني في منها حاجات تكنيكال، وده طبيعي، انا بغلط وبتعلم وبشوف. انا ما ضايقنيش الكومنتس خالص، بالعكس دي خلتني ان انا عمال قاعد بطور من نفسي لغايه دلوقتي، وقاعد بشوف ايه الغلط وبحاول ان انا اتجنبه في البروجكت الجاي ان شاء الله. ما ضايقنيش كلام حد، وده فعلا ما ضايقنيش كلام حد. وحتى انا اتذكر برضو كان في حد هاجمني مره في فيلم شارع المعز، انا فاكر، هو عشان بس كان له وجهة نظر معينة، وانه شايف ان ده ما كانش يعني فيلم وثائقي، يعني هو كان شايفه منظره عامل زي ما يكون تقرير صحفي. طبعا انا احترمت رايه جدا، وما يعني وضحت له وجهة نظري، وهو طبعا يعني ما اتضايقتش طبعا من رايه، ولو ان كان في بعض كلامه كان فيه هجوم سنه، بس ما ده ما ضايقنيش، لانه في الاول وفي الاخر ده رايك. بس في حاجه بقى عايز اتكلم فيها، لما احنا نقول راينا بلاش نخلي اسلوبنا هجومي في الاراء. يعني ما يبقاش هجوم وان احنا بناخده بشكل على محمل كاننا مثلا ايه، الممثل ده جوز امي فامسكه اغسله بقى. ما اخدش مثلا عشان مثلا ممثل معين بكرهه، مخرج معين بكرهه، مؤلف معين بكرهه، ما اخدهاش على محمل شخصي وافضل اسلخ في المسلسل عشان خاطر ان ده من بطولة فلان، من تأليف فلان، من اخراج فلان، عشان فلان. ما ناخدهاش بكده خالص، احنا ناخدها بشكل يعني انه النقد يكون بناء مش هدام، نقد يساعد ان احنا لا عايزين نغير في احسن من كده يا جماعه. يا جماعه عيب، يا جماعه، يا جماعه، يعني برضو الفن المصري هو التوب بالنسبه للدول العربيه، فعيب يا جماعه، لا ناخدها بمحمل كده. لا مش قصدي ان احنا نقول كده، بس اللي هو بمحمل ان احنا نخلي بالنا ان احنا في المكانه دي، وان احنا اللي عايزين نحافظ على المكانه دي. انا طبعا نيتي مش بهاجم حد ولا بقول حاجه وحشه عن حد، انا نيتي ان انا عايز ان احنا يعني ان الموضوع بالنسبة للصناع ياخدوه بمحمل خفيف، ياخدوه بمحمل تطور. ما هو زي اي مهنة في الدنيا، الواحد محتاج يسمع ويتطور ويطور، مش ان احنا نعمل اسطمبة ونكرر فيها. ده يعني مطلبي الصغير البسيط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الموسم، مش بس نهاية الحلقة. طبعا انا بعتذر جدا جدا عن سلسلة الغيابات المتكررة اللي حصلت في الفترات اللي فاتت ما بين اكتوبر وديسمبر ويناير، وكانت مؤخرا كمان في فبراير. ودي الاسباب مختلفة، كان في منها اسباب صحية واسباب شخصية واسباب يعني متعلقة كانت بالاحداث اللي العالم بيمر بيها. فطبعا دي غصب عني والله. انا يمكن ما قدرت، انا كان نفسي والله ان انا اعوقب عدد حلقات اكبر شويه، ولكن عشان الوقت وان احنا خلاص رمضان على الابواب زي ما انتوا عارفين، وكان نفسي كمان اكمل برضو معاكم الموسم ده، يعني يبقى ممتد لحد العيد كمان، لحد اخر رمضان اول العيد. ولكن طبعا يعني غصب عني طبعا. وانا عايز طبعا اشكركم جدا جدا على متابعتكم للموسم ده من البدايه، وانه كمان الموسم ده يعني انا بعزه شويه لانه هو اطول موسم معايا لحد دلوقتي. احنا بدأنا الموسم ده من شهر 8 تقريبا، نهاية شهر 8، واحنا اهو في اول شهر 3. وبالمناسبة كمان من ايام بسيطة كده فات على الحلقة الاولى من الموسم الاول من فيلم فاكتوري بودكاست 3 سنين، لان احنا انا فاكر بدأنا في بداية مارس 2021. النهاردة احنا في مارس برضو 2024، يعني احنا حاليا بقالنا 3 سنين. في خلال 3 سنين قدمنا فيهم 6 مواسم، قدمنا عدد مختلف من الحلقات، وطبعا باختلاف كل موسم 6 حلقات و14 حلقة و15 حلقة و21 حلقة. والموسم ده ختمناها ب 22 حلقة، اجمالي 22 حلقة تقريبا. طبعا عايز اشكر كل حد يعني دعمني، يعني دعمني طبعا، وعايز اشكر الناس اللي كانت بتتابع الموسم ده من البداية، الموسم السادس ده تحديدا. و يعني الحمد لله الموسم ده مر مرور الكرام،
وان شاء الله يعني هنعمل في الموسم الجاي احسن من كده، لانه كمان بعتذر برضو اني ما قدرتش استعين بضيوف في الموسم ده، وده لانشغالي في حاجات كتير في الحياة عامة. وان شاء الله هحاول اعوض ده في الموسم السابع باذن الله. وزي ما بنقول في كل موسم، ولنا في القصة بقية، لسه مواضيعنا ما خلصتش، ولسه حكاياتنا ما بتخلص. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك احمد مصطفى، وعلى يوتيوب كمان احمد مصطفى. انا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست. الى اللقاء في الموسم السابع.